انت تعرف اللي انت بعد التمرين لو اكلت بيضه مسلوقه ومعلقه عسل واحده جسمك هيحبك هيشكرك، لان دي وجبه كامله وسريعه الامتصاص. حتى جيبك هيشكرك عشان دي وجبه رخيصه جدا. البيضه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. تعالى اقول لك ليه اشمعنى الحاجتين دول يعني. ده لان صديقي البيضه كامله الاحماض الامينيه اللي جسمك بيحتاجها، ومعلقه العسل فيها كارب سريع الامتصاص، فالمزيج ده هيوصل للعضله بسرعه، عكس الكازين مثلا هياخد وقت مش مناسب لبعد التمرين. البيضه مع العسل هترفع لك سكر الدم، فترجع لك الجلايكوجين في العضلات تاني اللي العضلات فقدته في التمرين، فتقلل لك تعب بعد التمرين وتفوقك، لان انت بتبقى طالع فاصل، خصوصا لو التمرينه اللي انت بتتمرنها عنيفه او طويله. وده بالظبط اللي عضلاتك محتاجاه بعد التمرين، مش محتاجه اكتر من كده. زائد طبعا الراحه والنوم. بيضه معلقه عسل رخاص وفي المتناول. لو معاك انت فلوس هات واي بروتين يا عم وهات كارب، ما مفيش مشكله يعني. ولكن المزيج ده قوي جدا، انت مش محتاج غيره. مفيش احسن من الطبيعي والاكل الطبيعي، خصوصا بعد ما كل حاجه بقت بتتضرب يعني. انا حتى العسل ما بقيتش باخده، بقيت بستبدله بالتمر. على الاقل التمر المجفف انا عارف ان هو تمر، التمر مش هيتضرب انما العسل هيتضرب. دي تريكايه كده مني ليك يعني، حاول تستخدم التمر في تحليه اي حاجه في الدنيا، عشان التمر مستحيل يتضرب. لو عايز بدائل البيضه مع معلقه العسل او التمر، ممكن تاخد زبادي يوناني مع عسل او تمر او زبيب، او معلقه فول سوداني مع موزه، او 2 بياض بيض مع توست ابيض، او علبه تونه مع تمر، او واي بروتين مع كارب باودر. يبقى انا كده جبت لك من الارخص للاغلى، وانت تختار بقى يا صديقي. لو عايز معلومات من دي تاني اعمل لي لايك وفولو. سلام.